اهلا وسهلا بحضراتكم، اسعد بلقائكم اليوم في حلقه جديده من 30 عقده الجربر في 30 يوم من رمضان. جالنا سؤال بيقول: لما بعمل سبليت للماركر ما بيرضاش الماركر يعشق معايا تعشيق اوتوماتيك. تعالوا نعرف ايه حل المشكله دي. هنيجي نفتح ماركر مع بعض دلوقتي في اي ستورج اريا عندنا يكون متعشق، ونحاول نعمل سبليت. سبليت ده اوبشن جوه الماركر ان انا اقطع اجزاء من الماركر في حته معينه. بنعمل دايما سبليت لما يبقى عندي كذا خامه مع بعض، الخامه دي هوديها طباعه، الخامه دي هعملها بلوكات، فاقدر اقسم الخامات واعمل سبليت جوه الماركر نفسه. طيب ده ماركر موجود عندنا في الستورج اريا، هنعمله مره بالايزي ماركينج ومره بالماركر ميكنج. هنا فتحنا الماركر ميكنج اللي هي الواجهه القديمه، هنقول له نو، مش عايزين نعمل اي ابديت، وهنيجي نقف عند قطعه معينه ونقول له سبليت من الماركر. هنا اقول له سبليت. هنا جربر بيكلمني يقول لي سيلكت بيس تو ستارت سبليت. من اول ما تختار القطعه هيبدا يعمل سبليت. اقول له من عند القطعه مقاس 14 دي، او من عند الكم مثلا، لانه متداخل معايا اهو جوه الايه اللي بعديها. مسكت الكم، بدوس عليه كليك شمال، قطع الجزئيه دي كلها لحد الكم. طيب فاضل معايا الجزء الاولاني ده، انا عايز اعيد تعشيق الجزئيه دي عشان خاطر اقلل السبيسز اللي ما بين الفراغات، يعمل لي ده كانه ماركر مصغر لوحده. فهاجي هنا اطلع بره في الاستورج. لو بصينا هنا على الشاشه نلاقي ان هو فصل لي ده عن ده كده زي ما احنا شايفين. طيب هاجي على الماركر نفسه، اقول له كليك يمين سند تو اكيونيست، وهقول له ريستارت ماركر، وهعلم على امبليس اول بيس. عيد لي يا جربر تعشيق الماركر ده على الوضع الحالي ده، ما تطلعش القطع فوق. فبالتالي هيعمل ايه؟ هيعشق الجزء اللي قدامي ده بحيث ان هو يقلل الفراغات ما بين القطع. هو ده سيكولوجية التعشيق الاوتوماتيك، ان انا هعمل كومباين للبيسز جوه الماركر بحيث اقلل السبيس. بصوا هنا كده، اعتبر ان طول الماركر عندي لحد الجزئيه المتعشقه الاخيره دي، هيبدا بقى ينظم القطع بحيث ان هو يقلل لي الهدر عندي زي ما احنا شايفين كده. بيجرب طبعا عشان يوفر ويظبط البدايه والنهايه. هنا احنا عشان وقت الحلقه قفلنا الماركر بتاعنا كده كده. سمع معايا الماركر. لما هفتحه تاني على الماركر ميكنج اهو لقيته متعشق، والاجزاء اللي كانت معمول لها سبليت طلعتها فوق. انا محتاج شويه دول، هتعامل معاهم عادي جدا واطبعهم عادي جدا، ما عنديش مشكله خالص. هنقفل هنا الماركر ميكنج ونيجي نختار اي ستورج اريا تانية. نجيب الماركر ده مثلا ونفتحه على الايزي ماركينج اللي هي الواجهه الجديده للماركر. عشان احنا بنفتح هنا عشان نعرف اداه السبليت فين جوه الماركر. هلاقي هنا في ايقونه اسمها سبليت اهو في الماركر، وهاجي برضو نفس القصه، نفس الاوبشن اللي هناك سيلكت بيس تو ستارت سبليت. جرب بيكلمني القطعه اللي هقف عندها يبدا زي ما احنا شايفين كده اهو، ياخد الجزئيه دي يعزلها لوحدها، وبالتالي هيفصل الجزء ده عن ده. سبليت ان انا قطعت الجزء ده عن ده كده هنا اهو زي ما احنا شايفين. ده كله حاجه واحده، ماركر واحد وده ماركر تاني. نفس اللي عملته هناك قبل كده هقول له برضو send to acuinist. خلاص هقفل هنا وارجع اقول له send to acuinist، وهقول له ريستارت ماركر، عيد لي تعشيق الماركر ده وامبليس اول بيسز. يقعد بقى يعيد تعشيق الماركر تاني اهو. هنا عمل ايه؟ التزم بالجزئيه اللي انا قطعتها، بس الجزئيه التانيه خلاص ما بقتش معايا. هعيد تعشيقها بحيث ان انا ارتب القطع بتاعتي جوه الماركر نفسه زي ما احنا شايفين اهو. بيرتب اجزاء الباترون جوه الماركر عشان يوصل لاقل استهلاك. كومباين للبيسز عشان اقلل الفراغات ما بين القطع. دي السيكولوجية عندنا للتعشيق الاوتوماتيك. هنا هقول له اوكي عشان وقت الحلقة. هستنى لما الماركر يسمع معايا في الستورج اريا، يديني رسالة تختفي كده بسرعة جدا، هنشوفها مع بعض دلوقتي اهي. بالتوفيق، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.